ياريت قبل أي حاجة ندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويقويهم على اللي هم فيه. وبكده نبدأ موضوعنا. في يوم من الأيام سنة 2018 بتحصل جريمة من أغرب الجرائم اللي هزت الرأي العام، أطلق عليها مذبحة الرحاب. قتل 5 أفراد من عيلة واحدة في الفيلا الخاصة بيهم من غير ما أي حد يحس بأي حاجة. كان سبب اكتشاف الجريمة دي هي ريحة الجثث اللي كانت دخلت في مرحلة التعفن. القضية دي مليانة رعب وطلعت عليها أقاويل كتير، زي مثلا ان دي عملية انتحارية، وناس بتقول ان دي عملية سرقة محترفة، ومحدش عارف الحقيقة فين. موضوع النهاردة مذبحة الرحاب. قضية النهاردة حصلت في حي الرحاب اللي في القاهرة، وطبعا عارفين ان الرحاب من اغلى الاحياء اللي في القاهرة، ودي المدينة اللي كانوا عايشين فيها اصحاب القضية اللي هنتكلم عنها النهاردة. الاسرة مكونة من 5 افراد. الاب عماد سعيد مهندس ورجل اعمال وسنه 56، والام وفاء فوزي وسنها 43، والاولاد محمد الابن الكبير وعنده 22 سنة، ونورهان عندها 20 سنة، والابن الصغير عبد الرحمن عنده 18 سنة. المتعارف عن الأسرة دي من الجيران إنهم محترمين وأسرة هادية جدا بطبعها وملهاش أي احتكاكات بحد. بس في الفترة الأخيرة العيلة بدأ يحصل معاها شوية مشاكل، وده بسبب ديون الأب عماد سعيد. ويقال من الجيران إن الأستاذ عماد كان مأجر الفيلا اللي هم قاعدين فيها وبقاله 6 شهور ما بيدفعش الإيجار اللي عليه. طيب الجيران عرفت منين؟ عرفت إن كان في ناس بتيجي للأستاذ عماد وبتطالبه بالفلوس دي، والأستاذ عماد وعدهم إن هو هيسدد لهم كل الفلوس على آخر الشهر، وده قبل الحادثة بكام يوم. واتقال برضه من أصحاب محمد إن محمد الابن الكبير قال لهم إن حياتهم مهددة بالخطر وممكن يموتوا في أي لحظة، وقال لأصحابه إن لو ما ظهرتش أكتر من يوم أو 2 اسألوا عني وبلغوا الشرطة. نروح ليوم 28 ابريل سنة 2018. كانت الام والاولاد معزومين عند جدتهم في محافظة الشرقية. اليوم خلص ومفيش فيه اي حاجة غريبة، ومشيوا على اخر اليوم، وده لان محمد كان عنده امتحان كمان كام يوم. الام وفاء اتصلت بامها عشان تعرفها انهم وصلوا بالسلامة. لحد هنا مفيش فيه اي حاجة غريبة حصلت. يمر يوم كمان وبرضه الوضع زي ما هو. يوم الاحد بالليل محمد كان عنده اصحابه بيذاكروا معاه، ومشيوا يوم الاثنين الصبح الساعة 8، وكانوا متفقين انهم هيتقابلوا تاني بالليل. اهو يوم الاثنين ده هو يوم الحادثة واللي هتحصل فيه كل حاجة. الأم وفاء بتكلم أختها الصبح وبتطمنها عليهم، وده المعتاد ما بينهم. وفي نص المكالمة وفاء طلبت من أختها إنها تقفل دلوقتي عشان موبايلها هيفصل شحن، وقالت لها كمان شوية وهرجع أكلمك تاني. وبعد شوية جدتهم بتتصل ببنتها وفاء عشان تطمن عليهم، ولكن بتكتشف إن موبايلها مقفول. فبتروح تكلم بنتها التانية وبتقول لها أختك وفاء موبايلها مقفول ليه؟ بتقول لها إن هي كلمتها واطمنت عليهم، ولكن موبايلها فصل شحنه عشان كده مقفول. أكيد شوية وهترجع تفتحه. والدة وفاء اطمنت شوية، بس تمر ساعات ووفاء لا رجعت كلمت اختها زي ما وعدتها ولا حتى الموبايل اتفتح. يجي الليل ووالدة وفاء بتتصل عليها وبرضه موبايلها مقفول. فاتصلت على الاولاد، ال3 موبايلات مقفولين. فقلقت اكتر ولجأت للاستاذ عماد، بترن عليه وبرضه موبايله مقفول. كده الاسرة كلها موبايلاتها اتقفلت. بس هي قالت يمكن بنتها وفاء عملت كده عشان محمد يركز في مذاكرته ومفيش حاجة تشغله عن الامتحانات، واكيد تاني يوم هتكلمها. بس هي برضه كانت قلقانة جدا، وده لان دي مش حركة معتادة من بنتها وفاء. وبعدين هو محمد اول مرة يمتحن. يمر يوم والتاني وبرضه موبايلاتهم مقفولة ومحدش عارف يتواصل معاهم، لحد يوم الخميس بالليل. ابو وفاء قلق جدا وشك ان في حاجة غلط، خصوصا ان بنتهم وفاء ما بتقعدش طول المدة دي ما تكلمهمش، دي بتكلمهم وبتتواصل معاهم بشكل يومي. وقال لأم وفاء انها لازم الصبح تبقى عندهم وتشوف السبب اللي يخليهم كلهم يقفلوا موبايلاتهم. وفعلا اتحركت ام وفاء واخوها ووصلوا عند الفيلا في الرحاب، لكن لاحظوا حاجة غريبة، وهي ان عربية العيلة كل كاوتشاتها نايمة على الارض، وكأن في حد هو اللي عمل كده.
مستحيل تكون كاوتشات العربية كلها نامت في وقت واحد، والأغرب من كده إنهم كل ما يقربوا تجاه باب الفيلا بيشموا ريحة وحشة جدا كأن في حيوانات ميتة في المكان، وفجأة يشوفوا كلب الحراسة بتاع العيلة واللي أول ما يشوفهم بدأ يهوهو عليهم بطريقة غريبة جدا وكأنه هو عايز يشد انتباههم لحاجة جوه الفيلا. كمان لاحظوا إن الأنوار والشبابيك والبيبان بتاعة الفيلا كلها مقفولة كأن مفيش أي حد عايش في المكان ده. قلقوا أكتر، راحوا يسألوا غفير عمارة جنبهم واللي قال لهم إنه شاف الأستاذ عماد وأولاده ركبوا عربية غير العربية بتاعتهم ومشيوا ولحد الآن ما رجعوش، والكلام ده حصل من 4 أيام. أم وفاء كلمت أبوها وقالت له على كل حاجة لاحظوها في المكان. الأب قلق جدا وقال لهم إن هم يفضلوا مكانهم وهو جاي لهم على القاهرة. وفعلا الأب اتحرك ووصل القاهرة، بس ما راحش على مكان الفيلا، راح على اسم شرطة الرحاب وعمل بلاغ باختفاء أسرة الأستاذ عماد وحكى لهم على كل حاجة، ورجعوا تاني على الشرقية. الأم ما قدرتش تصبر ورجعت تاني يوم على القاهرة عشان تعرف لو في أي حاجة حصلت بخصوص بنتها، ووصلت اسم الشرطة. ووقتها رجال الأمن قالوا لها إن الأستاذ عماد عنده فيلا تانية في مدينة الرحاب وإنهم أكيد هم قاعدين فيها، ورصدوا موبايل الأستاذ عماد وإنه عمل مكالمة من نص ساعة. الأم ما كانتش تعرف إن دي بداية التحقيق في قضية الرحاب، وإنهم عايزين يشوفوا رد فعلها لما تعرف ان الاستاذ عماد لسه عايش ما ماتش، وطلبوا منها انها تروح عشان مش هتستحمل القعده في القسم طول اليوم. الام بدات تستغرب الكلام شويه وقالت لهم طيب لو هم عندهم شقه تانية ليه طول المده دي موبايلاتهم كلها مقفوله؟ وفعلا الام بترجع تاني، ولكن بعدها بساعه الشرطه بتتصل بابو وفاء وبيقولوا له ان هو لازم يجي على القاهره لانهم لقوا جثه بنتهم وفاء مقتوله. يتحركوا أهل وفاء بسرعة ومش مصدقين إن بنتهم ماتت. طيب إزاي وليه وإمتى؟ وبمجرد ما يوصلوا الفيلا يكتشفوا كارثة، وهي إن مش بس بنتهم اللي ماتت، دي العيلة كلها اتقتلت داخل الفيلا. حرفيا كان المنظر مرعب، وكان شكل الجثث صعب لانها كانت دخلت في مرحلة التعفن، وهو ده سبب الريحة اللي شموها لما وصلوا في البداية. الامن طبعا كان بيقوم بدوره وبيفحص البيت ويشوف اي اثار اقتحام او اي حاجة مكسرة او حتى اي حاجة مسروقة من الفيلا عشان تبقى القضية قضية سرقة. بس الغريب ان مفيش اي حاجة اتحركت من مكانها في البيت، وكأن المكان ما حصلش فيه اي حاجة. وهنا القضية اتعقدت اكتر وبقت مش مفهومة. طيب طالما هم ما اتسرقوش اتقتلوا ليه؟ مين اللي في مصلحته انه يقتلهم كلهم؟ ده كمان اتضح ان مش بس ابو وفاء هو اللي عمل بلاغ تغيب، ده كمان اصحاب محمد عملوا بلاغ تغيب لما ما ظهرش لمدة يومين، وقالوا برضو للامن على كل حاجة، وقالوا لهم ان محمد كان قايل لهم ان اسرته كلها معرضة للخطر وان ممكن يموتوا في اي لحظة. وبرضو اصحاب محمد لما وصلوا الفيلا شموا نفس الريحة، واللي صعب القضية على رجال الامن ان مفيش ولا كاميرا مراقبة واحدة سواء داخل الفيلا او حتى خارج الفيلا، وبكده هيفحصوا مسرح الجريمة كويس عشان يلاقوا اي دليل. ومن خلال مسرح الجريمة عرفنا المعلومات دي، وهي ان العيلة اتقتلت كالتالي: بداية من الام وفاء واللي كانت قاعدة على الكنبة في صالة الفيلا وكان في ايدها جهاز تابلت وكانت مضروبة بطلقتين في القلب، وبعدها الابن الكبير محمد واتقتل في المطبخ وبرضه بطلقتين بس في الظهر. الضحية اللي بعده على طول كان عبد الرحمن الابن الصغير واللي اتقتل بطلقتين في ظهره وهو متجه لأوضة اختهم نورهان وكأنه بيحاول يستخبى عندها. وبعده على طول كانت نورهان واللي كانت نايمة واتقتلت برضه بطلقتين. الحاجة المحيرة في القضية كلها بالنسبة للشرطة هي طريقة قتل الأستاذ عماد، والحتة دي أنا عايزك تركز فيها كويس. لقوه مقتول في الأوضة بتاعته على سريره وجنبه مسدس وعلى وشه مخدة ومضروب ب3 طلقات وكلهم في منطقة الوجه، منهم واحدة في المخ وهي دي اللي قتلت. طبعا القضية من أول يوم وهي شغلت الرأي العام والإعلام والدنيا كلها اتقلبت عليها، وطلعت تفسيرات كتير عن القضية دي. أولها إن هي طالما مش سرقة يبقى أكيد الأستاذ عماد هو اللي عمل كده وأنهى حياة كل عيلته بسبب الديون اللي عليه وانه مش عارف يسددها، وبعدها قتل نفسه والقضية قضية انتحار. بس طلعت عيلة وفاء ونفت الكلام ده وقالت مستحيل الأستاذ عماد محترم جدا وبيحب أولاده، مستحيل يكون هو اللي عمل فيهم كده. وكمان الفحص الجنائي رد ونفى الكلام ده وقال ان الشخص اللي بينتحر مستحيل يضرب على نفسه اكتر من طلقة واحدة، وهيختار مكان قاتل جدا عشان يموت بسرعة وما يحسش بحاجة. طيب الأستاذ عماد مضروب ب3 طلقات زي ما قلت وكلهم في منطقة الوجه، 2 في الفك
وواحدة في المخ، وكمان المسدس اللي جنبه على السرير والخزنة بتاعته كانت بره مكانها. مستحيل هيكون ضرب على نفسه وبعد كده حط المسدس جنبه، اكيد المسدس كان هيستقر في ايده. والاهم من كل ده ان المسدس مش عليه بصمات سواء للاستاذ عماد او لحد غيره، يعني اللي عمل كده شخص محترف جدا وعامل حسابه، حتى لو الاستاذ عماد هو اللي عمل كده. طيب ازاي بعد ما هيضرب نفسه هيحط المخدة على وشه؟ فحتة ان القضية دي قضية انتحار ده بعيد شوية. بعدها الناس قالت خلاص طالما القضية مش انتحارية تبقى أكيد سرقة، واللي دخل سرق حاجة معينة من عند الأستاذ عماد بعدها خلص عليهم. بس برضو الشرطة نفت الكلام ده، وده لأن مفيش أي آثار اقتحام في الفيلا ولا في أي حاجة متحركة من مكانها، حتى الحاجات الخاصة بتاعتهم موجودة في مكانها في الفيلا، يعني القضية مش قضية سرقة. لا وكمان السلاح اللي حصلت بيه الجريمة غير مرخص، والمسدس نوعه كان غير النوع اللي لقيوه جنب جثة الأستاذ عماد، وده يأكد ان الجريمة مش انتحارية، وان السلاح اتضرب منه 11 طلقة، رغم ان في 11 رصاصة اتضربوا لكن مفيش اي حد من الجيران سمع اي صوت حتى ولو لرصاصة واحدة، وده يأكد انها عملية قتل محترف، وانه اكيد استخدم كاتم للصوت. وبالنسبة للجيران محدش حس باي حاجة غير بعد 4 ايام لما كانت الجثث دخلت في مرحلة التعفن. بس كمان الطب الشرعي قال حاجة غريبة جدا، قال ان العيلة اتقتلت في اماكن غير الاماكن اللي لقيوا عليها الجثث، وانه اكيد في حد نقلهم، وده بيأكد ان اللي عمل كده مش شخص او 2، عدد اللي نفذوا الجريمة اكتر من كده. كمان قال ان كلهم ماتوا في خلال 10 دقايق، وان الجريمة اتنفذت ما بين اذان العصر لحد 6:30 المغرب. واللي يأكد كده ان الامن لما فحص موبايلات الضحايا لقى ان اخر مكالمة كانت عاملاها وفاء بينها وبين اختها الساعة 3 العصر، وكمان الاستاذ عماد لقيوه باعت رسالة على الواتساب الساعة 3:30. نص الرسالة بيقول انه يبعت الفلوس لانه محتاجها، والرسالة دي كانت لواحد صاحبه، ولما الامن استدعى صاحبه وحققوا معاه قال لهم انه هو كان مستلف مبلغ من الاستاذ عماد وانه الاستاذ عماد كان بيطلبه منه. الشرطة استدعت اكتر من 26 شخص من العيلة والمشتبه كمان فيهم عشان يلاقوا اي دليل يدلهم على الجاني في القضية دي، وبعض التحقيقات اتنشرت عن طريق وسائل الاعلام. ومن التحقيقات دي واحدة من الجيران اسمها فريدة، قالت فريدة ان يوم الحادثة سمعت صوت تخبيط، بس هي قالت اكيد ان هما بيتخانقوا مع بعض او في حاجة ما بينهم وما اهتمتش بالموضوع. القضية لحد هنا لغز كبير ومحدش قادر يفهم اي حاجة او حتى يمسكوا اي دليل، وكل الادلة اللي في الفيلا بتقول ان دي جريمة قتل محترفة. كمان في حاجة غريبة وهي كلب الحراسة الخاص بالعيلة. الكلب ده كان من فصيلة دوبرمان، المعروف عن الفصيلة دي انها مفترسة جدا وشديدة الحراسة. طيب مفيش اي حد من الجيران سمع اي صوت للكلب وقت الحادثة. الكلب بدأ يعمل صوت بعد مرور 4 ايام لما كانت الجثث دخلت في مرحلة التعفن. اذا اللي نفذ الجريمة دي شخص دخل وطلع من البيت اكتر من مرة، لدرجة ان حتى كلب الحراسة اتعود عليه، وبكده اكيد هو قريب من العيلة، مش بعيد كمان يكونوا هم اصلا اللي فتحوا له الباب. واللي يأكد كده ان مفيش اي اثار اقتحام على الفيلا ولا حتى حاجة واحدة متكسرة. فالناس من هنا قالت يبقى اكيد الكلب اخد حاجة مخدرة قبل الحادثة، بس الامن رد ونفى الكلام ده وقال ان الكلب ما اخدش اي حاجة مخدرة وقت الحادثة وكان في حالته الطبيعية. اذا ده برضو يأكد اللي قلته، ان اللي عمل كده شخص دخل وطلع من البيت اكتر من مرة لدرجة ان حتى الكلب اتعود عليه، وانه اكيد طالما دخل وطلع من البيت اكتر من مرة يعني هو قريب منهم، مش بعيد يكونوا هم اصلا اللي فتحوا له الباب. من ضمن الاشاعات اللي اتقالت برضو ان اللي عمل كده مالك الفيلا، واللي الاستاذ عماد ما دفعلوش الايجار بقاله 6 شهور، بس طلع الامن ونفى الكلام ده. برضو الناس قالت يبقى اكيد الاستاذ عماد كان بيتاجر في حاجة مش كويسة، اكيد كان بيتاجر في الاثار، وان اللي عمل كده حد هو كان على خلاف معاه، بس برضو الامن طلع ونفى كل الكلام ده. لحد هنا تخلص القضية وتتأيد ضد مجهول ومحدش عارف مين الجاني فيها، وتفضل احداثها لغز غامض. بس في حاجة
ليه اللي نفذ الجريمة دي متعمد انها تبقى انتحارية؟ طيب لما هو بالدقة والاحتراف ده لدرجة انه يقتل عيلة مكونة من 5 افراد من غير ما اي حد يحس باي حاجة ولا يسيب اي دليل وراه، لما يبقى عايزها تبقى انتحارية تبقى بالشكل ده؟ يعني واحد، المسدس اللي اتضربت بيه الضحايا غير نوع المسدس اللي لقيوه جنب الاستاذ عماد. 2، المسدس مش عليه اي بصمات سواء للاستاذ عماد او لاي شخص غيره. 3، هيضرب على نفسه 3 طلقات. 4، بعد كمان ما يموت نفسه بالطريقة دي هيحط المخدة على وشه. تحس كده ان اللي نفذ وفكر في الجريمة شخص، وانه اللي قتل الاستاذ عماد وفكر انها تبقى انتحارية شخص تاني خالص. وبس كده، ده كان موضوع فيديو النهارده. ما تنساش تعمل شير ولايك للحلقة، وياريت كمان تكتبوا آرائكم في الكومنتات. وبس كده، كان معاكم طه، اشوفكم على خير.